تعالى جنبي يا امبي. تعالى جنبي. انت عارف الفرق بيني وبينك ايه يا امبي؟ ها، انت عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ ان انت ما خدتش تلاتة. تعالى جنبي. النادي الاهلي يفوز بثنائية فقط لا غير. فضل ونعمة. فضل ونعمة. الحمد لله ان النادي الاهلي ما خدش النهارده انبي 3، كان هيقلب عليها المواجع، قاعد عمال يقول يا رب. الاول جابوا محمد شريف عادي ماشي، ما هو كل 3 4 سنين يجيب جون مفيش مشكله منه، ده عادي وطبيعي ومفيش خوف منه. التاني، ولكن الجون التاني ده قذيفه مدويه، يعني سم، شوطه سم من احمد عبد القادر، يعني فيها حته كده اللي هو وربنا وسع كده وسع كده وربنا منبصيها لحد. الحته دي موجوده في احمد عبد القادر من فتره طويله، يعني من فتره طويله جدا، واحمد عبد القادر فيه كور ممكن لو بصاها تيجي جول، ولكن هو في المعظم بيشوط، عايز يشوط، عايز يلم الفريق كله ويشوط، ولكن عادي. واحلى حاجه بسطاني النهارده اللي جابوا 2 بس ما جابوش التالت. ولكن نيجي للداهيه كولر ما تسيبنا ناكل عيش في الدوري، يعني اقع ماتش حسسنا ان في منافسه، اقع ماتش 2 3 تعادل، اقول لك في تقريبا 5 6 ماتشات النادي الاهلي مؤجلين له، اخسرهم يا كولر، والله بكلمك بجد اخسرهم عشان يبقى في منافسه. يعني انت كاهلاوي، خليني بقى اوجه لك كلمه كاهلاوي وسؤال بيطرح بلح، انت مبسوط من اللي بيحصل ده؟ اكيد لا. ما اكيد لا، ما تقوليش اكيد لا، اكيد انت مش مبسوط لان مفيش منافسه. ما هو النادي الاهلي خلاص، يعني فارق عن بيراميدز ب6 ماتشات وفرق بينهم نقطه، يعني حتى بيراميدز ما تصدرتش، يعني حتى بيراميدز ما تصدرتش لحد دلوقتي، وفرق 6 ماتشات، فمفيش منافسه. ما تقع يا كولر ال6 ماتشات المؤجلين ولا ال5 ماتشات، اعمل فينا يا عم ما انت خايف اكيد نادي الزمالك يركب، صح؟ صح يا كولر، اكيد خايف من نادي الزمالك انه يلحقك. قول لي طمني طيب، يعني اقع ماتش اتعادل ماتش يبقى في منافسه، فاهمني يا كولر؟ كفايه. سؤال تاني بيطرح بلح، علي معلول ما تهدى بقى، انت مش كبير في السن يابا، انت مش كبير في السن، واخد الملعب قياسه رايح جاي رايح جاي رايح، ما تهدى يابا شويه. هم كلوا ورثك، هم واكلين ورثك، هو نادي انبي ده واكل ورثك؟ ما مش واكل ورثك. ديانج، فيها ديانج، ما تهدى يابا، اهدى والله العظيم، ما كلوا ورثك انت كمان، ما تهدوا في الدوري، يبقى في منافسه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز وفيوتشر، ولا انتوا خايفين؟ قول لي خايف صح؟ يا خايفين ولا نشد الفيشه؟ ما انا مش كل اما افتح الماتش اتفرج على ماتش الاهلي الاقي الاهلي جايب 2 3، في ايه اشد الفيشه؟ هي ماتشات مسجله اضحكوا عليا وقول لي اضحك عليا وقول لي دي ماتشات مسجله يا اصلي، ما تقلقش، مش كفايه راح النهائي؟ يعني لك ان تتخيل ان النادي الاهلي واخد الدوري والكاس والسوبر في ايه؟ واحد يقول لي ما تحسدش يا سيدي، بقول لك على حاجه، بحسد وريته بينفع ولا بيفلح، مفيش، ما هو لو كان بينفع او كان بيفلح كنا عرفنا سكتكم، لكن ما بيحوقش معاكم والله. والله ما بيحوق يا شيخ، والله ما بيحوق، انت عارف لو بيحوق كنا عملناها من زمان، ولكن انت لك ان تتخيل ان مفيش بطوله فلتت، واللي بيفلت في السله، في الطايره، في الباسكت. يا سيدي احنا بنشجع كرة قدم، سيبوا لنا حاجه في كرة القدم طيب، سيبوا لنا اي بطوله نتنفس ناخد نفسنا، مش كله ضرب. ما اهدى عليا شويه يا اهلي، وبالله عليك ما تهدى يابا، خلي يبقى في منافسه شرسه. لكن نرجع تاني لجون احمد عبد القادر وطريقه لعب احمد عبد القادر وتكتيك مارسيل كولر بيخلي لك يعني بصماته واضحه، مش زي
مش زي اوسوريو عندنا اوسوريو بيفكر لك بفكر جوارديولا، فاهمني؟ فالموضوع ده بياخد وقت طويل. لكن عندك كولر بيفكر بطريقه ثالثه خالص. انا عندي كواليتي اللعيبه 1 2 3، ده اللي نتمناه في نادي الزمالك، ان انت تلعب على قد القماشه اللي معاك. لكن كولر هو بينفذ، معاك كذا، حط التشكيله، ارمي اي هبد في اي رزق، جول. كابتن رضا عبد العال ده كلامه يقول لك هجاص، بيقول لك كولر ده ولا يفقه اي شيء. طب وبالنسبه لاوسوريو ايه الدنيا؟ يعني انا لما بقعد ايه كده واتفرج والله العظيم على يعني المفروض ناس في نادي الزمالك قيمه وقامه. كابتن رضا عبد العال يطلع يقول لك ان كولر مثلا هجاص او ما، ويقول لك انا كبير الهجاصين. ماشي انت معروف خلاص، اركن انت على جنب. لكن كولر يقول لك كولر بيهبط، كولر هبيد، والقماشه اللي مساعداه. طب البصمات بيبقى بصمات لمدير فني. كولر مدير فني عالي جدا جدا جدا، بيعرف يمشي مع احداث اللقاء بشكل سليم وبشكل صحيح. تغييراته يا كابتن رضا، حضرتك بتقول بيتاخر وبينزل في الدقيقه 75 او نزلك في ال 65. حلو كده بقى كولر تمام ولا لسه في تاني؟ لو في تاني قول لي اوصل له. هو سمع كلامك يا كابتن رضا، على الله يعدل. وسوريو بقى ايه ظروفه معاك؟ يعني لما الكولر بيهبد وبيرزع وماشيه معاه، راجل وصل نهائي دوري ابطال افريقيا واخد دوري وسوبر، مش سايب اخضر ويابس، ويطلع يقول لك ده ماشي انا معاك يا سيدي هبيت. وسوريو ايه لما كولر هبيت؟ طب هاتولنا موسيماني يمشي معانا. والله العظيم انت حتى على موسيماني قلت ده كبير الهجاصين وانا اول الهجاصين. لكن احنا قلنا خلاص انت تمام، انت فله. جيبوا لنا موسيماني، احنا محتاجين واحد هجاص ومزاع. احنا محتاجين موسيماني والله. ما حدش هيقدر على الفرقه دي الا الموس. هاتولنا الموس. مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ولكن انا حاسس ان انتم مش مبسوطين، صح؟ جمهور النادي الاهلي ما كل ما يفتح الاهلي كسبان الاهلي كسبان. انتوا عايشين ازاي؟ عايشين على الملل ده ازاي؟ كسبان ايه بقى عرفتوا ليه احنا بنشجع نادي الزمالك؟ لان انت لازم يبقى في شغف كده، راحه جايه راح، لكن مش كله ضرب. ومبروك يا سيدي لكل جماهير النادي الاهلي المحترمه، وفي انتظار نهائي قوي بين مباراه النادي الاهلي والوداد. وان شاء الله اكيد انتوا عارفين ان شاء الله النادي الاهلي يعملها ويبسطنا. انت اكيد فاهمني. يلا بكده نكون وصلنا كلامنا. سلام ومبروك يا سيدي، مبروك.